أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم نستكمل حوارنا مع داتابيز مصر. عم شؤوب، إيه رأيك في الانتخابات البرلمانية؟ دي لا يجوز حصولها بالأساس يا بنتي. البرلمانية دي لفظة إغريقية وفرعونية، عبارة عن بر لما نية، يعني نوصل بر الأمان لما تيجي النية. هي فين النية حبيبتي؟ فين النية؟ بتدوله حصانة دبلوماسية يركبها ويركب الناس في الشارع، وعيب يستولي بيها على أراضي الدولة ويبلطج ويمشي ورا البلطجية ويقول اسم الله عليه واسم الله عليه وفتوب. ما ينفعش، ما ينفعش. ولا بيختم ولاد الدايرة ولا ولاد الدايخة ولا ولاد التعبانة طول عمرها. طيب تفتكر إيه هو البديل يا عم شؤوب؟ البصاص بتاع زمان اللي كان يتفقد أحوال الرعية ويطلع يقول للحاكم ولا الحكومة ويشتغلوا خلاص. طب والبصاصين دول نجيبهم منين؟ ما هم موجودين، البصاص موجود. المحافظ ده بيعمل ايه في المحافظة؟ ما هم موجودين، يتفقد أحوال الرعية ويقول للحكومة والحكومة شغالة ما يشتغلوا. انما البصاصين اللي موجودين اليومين دول من المحافظين كلهم يا ترزية يا بنايين، وقد قص الشريط وقد وضع حجر الاساس. ايه اشتغلوا بقى، ما بيمضيش حاجه تقول له امضي يقول لك روح القاهره. ايه رايك في المناظرات الرئاسيه والدعوه ليها على الفيسبوك؟ الدعوه لغير الله مذله. ليه؟ المناظرات الرئاسيه اللي حصلت السنه اللي فاتت ما تعلمناش؟ مش كفايه اللي قالوه؟ تعاقدنا على حمله اعلانيه في حدود 4 جنيه، حساب دينيه، بمعنى ان يقتصر العضويه فيها على دين معين، كان يقتصر العضويه فيها على المسيحيين او على المسيحيين. إيران دولة عربية. هذه الحركه الاسلاميه منذ ان بدات في السبعينات وحتى هذه اللحظه حركه سلميه لم ترتكب اي عنف. شفتي؟ هاري عمالين يقولوا هاري. ينفع يا بنت كده؟ ده غير بقى فردوا الملايه واتعاملوا زي الحواري، واللي يقول له يا اخوانجي والتاني يقول له يا فلان انا اوريك. ايه ده؟ لا، ده لا يرقى لمستوى الدوله يا حبيبتي. ثم السخريه من المرشحين الرئاسه يجوز؟ لا يجوز، انا لا اقبله. منصب الرئيس ده منصب مهم يقود مصر. ينفع واحد يتصل بأحد المرشحين الرئاسة ويقول له ألو، فالتاني المرشح يقول له مين معايا؟ يقول له ما حدش معاك، مصر كلها مع ده مضحك، ده هبل. رئيس الدولة يجب أن يرقى باللغة ويرقى معه الشارع. الرئيس جمال عبد الناصر لما كانت الست أم كلثوم بتغني له، كانت بتغني له ازاي يا حبيبي؟ يا جمال يا مثال الوطنية، يا جمال يا مثال الوطنية، أجمل أعيادنا المصرية. الله 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 الله، ده رئيس الدولة. إنما دلوقتي عملوا له ازاي؟ اتفرج انت. اديله في شكارة ده دماغه جبارة، اديله في رغيف ده ظريف ولطيف، اديله في ازازة وكمان بزازة، اديله بلوبيف اديله ده شريف. رئيس مصر ياخد في ازازة ومش محدد مقاسها، والتاني لما حب يجود قال له اديله في شكارة. دي لغة شارع لا ترقى بمستوى دولة. رئيس مصر يا حبيبتي ياخد في علبة قطيفة مدهم. طيب انت شايف ايه المواصفات التي يجب توفرها في الرئيس القادم؟ عشان بس ما حدش يتهمني اني مع او ضد، لا انا ما يعنينيش. اولا انه لا يكون لا طويل قوي ولا قصير قوي ولا ابيض قوي ولا اسود قوي ولا كبير قوي ولا صغير قوي، ويكون بيمشي في الشارع زي الناس. لا، بيبقى على عجلة من امره. واعتقد كده بقى الصورة وضحت. طيب يعني لا استنى، ايه يا حبيبي، افتح الكادر. فين حيادية الاعلام يا حبيبي؟ افتح باب وسع الكادر تلاقي المرشح التاني جنبه حبيبي. ايوه يا عم شؤوب، دي المواصفات الشكلية. ايه هي المواصفات اللي لازم تبقى موجودة في الزعيم؟ هقول لك انا. انت سألتي سؤال مهم واشكرك عليه. اولا احنا عايزين رئيس نتحايل احنا عليه، ما يتحايلش علينا. ليه؟ وما يقعدش بقى يقول لك 100 يوم وهعمل في 100 يوم. لا لا لا، الحامل يا بنتي بتولد في قد ايه؟ في 9 اشهر. صح يا حبيبتي؟ دي بلد بتتمخمض عايزه تولد حريه، تولدها في قد ايه يعني؟ احسبي كده، نقول مثلا 5 مليون واحده حامل في 9 اشهر، تنظبط البلد بالمعدل. يبقى قابليني. وثانيا ايه يا عم شؤوب؟ بعد اللي شفناه من ابن الرئيس، احنا مش عايزين رئيس بيخلف ولاد. خلاص يكتب اقرار انه بيخلف بنات بس.
طيب نعمل ايه لو خلف ولد؟ لا بقى بص يعني كده ايه، يخليه ريحه خفيفه ويقلب ونعمل انتخابات رئاسيه مبكره. ليه؟ مش هيقعد ينبحنا بقى نجري في الشارع وراه. طيب وثالثا؟ لا ثالثا انه يكون في عدل، يكون عادل. والعدل يحتاج القوه، منه مش هيصير، لان محتاج العدل القوه، مش محتاج العدل جروب. بمناسبة الجروب، انت شايف ان جماعة الاخوان المسلمين جماعة دينية ولا جماعة سياسية؟ لا دي جماعه سياحيه لانها ماشيه بالمرشد. عم شقوب كده الناس هتقول عليك ان انت بتطبل. إذا كان التطبيل من أجل الوطن يا مرحب، ده هذا وسام على صدر كل طبال. الله، بس أهم حاجة ما يكونش بسكة المعلم أوراني. مين المعلم أوراني ده؟ المعلم أوراني ده شخص بسيط من عامة الشعب، وانت عارفة الشعب كله بسطاء. تمام. فالراجل ده أيام الرئيس حسني مبارك حب يطبل، راح حاطط صورته جنب الرئيس مبارك وكتب على المحل محل المعلم أوراني وشريكه. فلما قامت ثورة يناير امسك يا فلول وهوب وراحوا مولعينه في المحل. حب يطبل تاني لما الإخوان مسكوا، راح كاتب على المحل المعلم أوراني وأخوانه. لما 30/6 قامت هوب امسكها وراحوا مولعينه في المحل. قال لك والله ما طبل تاني، وراح كاتب على المحل المعلم أوراني لا شريك له. موتوه المتطرفين، طلع كافر. ينفع؟ ده كان غبي ولا ايه؟ لا طبعا ما ينفعش. طيب عم شقوب، بما انك عاصرت ثورات كتير قوي، انت شايف ايه الفرق بين ثورة 19 وثورة 25 يناير؟ انا صراحة ابن ثورة 19، انا رقم 18 فيها. وثانيا الفرق ما بين 25 يناير و19 فرق كبير، يقعد فيه فيل، ده يقعد فيه ترماي. احنا لما الحالة الثورية قامت علينا واحنا في 19 نيمنا الترماي على جنبه. في ثورة يناير نزل المجموعة من اللي هم البلاك بتاع دول، نزلوا ما عرفوش يوقفوا المترو. ده مش عرفوا يوقفوه يا حبيبتي، هينيموه. ينفع؟ عم شقوب عايزه اسالك سؤال بس ترد عليا بصراحه. هو انا كذبت عليك في حاجه غير في سني؟ انت مع ثوره 19 ولا 25؟ مع 30/6 الصراحه. ازاي؟ زي السكر في الشاي والله. نحسبها مع بعض كده يا حبيبتي. 25 ناقص 19 يساوي كام؟ 6. نزل فيها كام مليون؟ 30. يبقى 30/6 وهو المطلوب اثباته. في الفترة الأخيرة اتردد على لسان الشعب المصري بعض المصطلحات اللي مش عارف معناها، زي مثلا الناشط. الناشط ده شخص مهايبر، دينامو سخن ودايما يتنطط كده، مهايبر قوي وسريع السب والقذف وراسه قد الدومه، حاجه يعني ربنا ما يوريكي صراحه. طيب والمتطرف؟ المتطرف ده اللي جه على الطرف. يعني الولد لما يجي على طرف البلكونه نقول حاسب الولد هيقع، على طرف الحفره حاسب الولد هيقع، زي ده كده. بصي قاعد يقول لانه اتطرف، فلما اتطرف ما عرفش يتصرف. طيب ايه رأيك فيما أثير من اعتراضات في الفترة الأخيرة حول تعيين وزير الدفاع من المجلس العسكري؟ ده عبث. وزير الدفاع يتعين من مجلس المدينة أو مجلس محل القرية. حبيبتي وزير الدفاع معروف ما فيهاش كلام، مدرس. ووزير الصحة يبقى مهندس زراعي يلم مننا اللطع والدود وبتاع. ووزير التخطيط يبقى زعيم عصابة يعرف يخطط للبلد. ده هزي. إذا كنا بقى هنتكلم عن الدفاع وصخرة، نجيب صخرة الدفاع مين؟ وائل جمعة. مش هيروح البرازيل، إنما إبراهيم جمعة وسيد جمعة وعلي جمعة يروحوا البرازيل يحطوا التاتش بتاعهم. معلش يا عم شقوب، أنا عارفة إن إحنا طولنا عليك، بس هو فاضل سؤال واحد بس. لا أنا تعبت يا جهاد. أنت مش جهاد، أنت يا جهاد يا حبيبتي. معلش آخر سؤال. معلش اتفضلي. ايه رأيك في الشغب اللي بيحصل في مظاهرات يوم الجمعة؟ يا ستي هي الكعكة في ايد اليتيم عجبة. الناس سايبالكوا ال6 ايام تروحوا وتيجوا وتتفسحوا وتروحوا الشغل وترجعوا عادي. سيبوا لهم بقى اليوم ده، يعني امشوا بره البلد، سيبوها لهم. روحوا عين السخنة، عينوا عليكم برد، اي كلام. نسيب لهم ايه بس؟ نسيب لهم ايه؟ احنا اتنفخنا. مش كفايه يا اسمك ايه؟ احنا اتنفخنا جمعه. كفايه جمعه الرحيل وجمعه القنديل وجمعه الفيل. ايه كفايه. هي جمعه ربنا الساده دي ما عادتش بتنزل، البلد خربت خلاص. عايزين نصلي الجمعه ونروح. كفايه حرام عليكم. انا بتاعي. هدي نفسك يا عم. مش الحته دي يا جاد. طيب هدي انت يا دكتور. يا دكتور هدي نفسك يا عم. نفسك بس معلش، مش عارفه تستي ولا ايه؟ ما عملتلوش حاجه. في محتاج صدمه، ده بيعمل صدمه كهربائيه. اصدمني استنى. مش هقول انت كويس. لا حد يشوف الشاحن يا جماعه، ولا يجيب لي مولد ولا اي حاجه. انا بطاريتي فصلت يا اولاد الك.
يا جماعه مشاؤوب بيروح مننا يا جماعه. اديله 20 جنيه اللي قاعد على السكينه. اي حد يشوف لي الشاحن يا جماعه. الحقوني يا ظلمه. اتولد. لا هدي نفسك يا هدي دكتور نفسك شوف حاجه. هدي نفسك. مين اللي جه جنبي؟ خليك انت يا جهاد. هدي نفسك. ابعد انت يا عم، انا عارفك. اوعى يا سد يا عالي، محتاج انا وصله، مريض انا في العنايه والاجهزه فاصله، وفي الضلمه متكاسله، وعجله الانتاج قلبوها لمواصله، لما المكن يعطل تشمموه بصله، ويا لهوي